تعالوا نعمل اسهل كيك شاي اقتصادي سهل سريع، مفهوش تعقيدات، مفهوش خطوات، مفهوش حتى بهدلة مواعين ولا حاجة، من الاول للاخر في الكبة بالسلاح اللي هو البلاستيك ده اللي هو مفهوش سكاكين ولا حاجة. انا حطيت هنا 4 بيضات، حطيت عليهم بس شوية فانيليا عشان زفارة البيض، هنحط عليهم كمان كوباية سكر. مقاديرها محفوظة جدا، وان شاء الله تخرجوا من الفيديو ده وانتوا حافظين مقادير الكيك وتقوموا تطبقوها دلوقتي وكل يوم تلاقوا نفسكم بتعملوها. حطي كمان كوبايه الا ربع زيت، تقدري طبعا تستغني عن ربع كوبايه وتبقى نص بس، برضه هتطلع حلوه وزي الفل وتحفه. يبقى 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه لبن، كوبايه حليب يعني. بس كده، واضربي كل دول مع بعض في الكبه ضربتين 3 كده بس مش اكتر. ممكن طبعا في الخلاط لو مفيش كبه، وتقدروا بعد في الخلاط تفضوا الخليط السائل على الجاف وتقلبوه في طبق بعيد. لكن احنا دلوقتي عشان بنحط في الكبة، هنحط بعد ما نضرب الخليط السائل ده هنحط عليه الدقيق والبيكنج باودر. انا كده خلاص خلطت المكونات السائلة كلها. هحط هنا 2.5 كوباية دقيق اهو، دول كده 2.5 كوباية دقيق. دقيق طبعا مخصوص للكيك، او دقيق اللي بنعمل بيه البسكوت والكحك والحاجات دي برضو بيبقى حلو للكيك. هنحط عليه ظرف كامل بيكنج باودر، انا بستخدم كيك شيف زي ما انتوا عارفين، بحبه بصراحة. بس وقلبي بقى كل المكونات دي كده، اديها ضربتين بالكبة وريحي نفسك كده. بصوا ما طلعناش مواعين، كله اول عن اخر في الدورق بتاع الكبة. الكيك ده سهل جدا جدا، درجة ممكن تعمليه وانت واقفة كده يوميا، يعني في اي وقت، صبح بالليل، بتنفع بصراحة في كل الاوقات. حلوة قوي مع كوباية الشاي الكيك دي، وفي نفس الوقت هي سهلة وبسيطة واقتصادية. بس انا لميت بس شوية الدقيق اللي كانوا على جناب الدورق كده، وهديهم برضو خلطة كمان، وخلاص بس كده خلصت الكيك. نقدر طبعا نصبها كلها في قلب القالب اللي احنا هنصبه، وتبقى فانيليا خلاص كده. احنا بس هنقسمها نخليها نصين، يعني نص فانيليا ونص شوكولاتة. مش هخبي عليكم بقى، انا جبت القوالب دي الجرانيت التقيله المحمله بتاعه نيو كلاين من بدري، وانا عماله بشوفها وعايزه اجيبها واجربها واتاكد انها فعلا بتسوي الكيك حلو ولا لا، عشان انا عارفه ان الالومنيا هي افضل حاجه في تسويه الكيك، بس الجرانيت بيلسع شويه يا اما بنحطه على صينيه الومنيا. فبيني وبينكم كان نفسي اجرب القوالب الجرانيت بتاعه نيو كلاين واشوفها هل فعلا بتسوي الكيك حلو ولا لا. فانا اهو دهنت من جوه كده بقطعه زبده، وهسوي فيها الكيك واقول لكم النتيجة عاملة ازاي. حطيت بس نص المقدار بتاع الكيك، والنص التاني هحط عليه بس 3 معالق صغيرين كده كاكاو، وممكن اكتر طبعا لو تحبوا. حطيت كمان معلقة قهوة سريعة الذوبان، وحطيت شوية يا اما حليب يا اما مية. انا حطيت مية بصراحة يعني علشان شوية الكاكاو اللي انا حطيتهم، بس عشان يعني يطروا العجينة شوية، لان الكاكاو زي الدقيق بالظبط هيشرب وهيتقل من العجينة، فلازم يتحط معاه اي سائل. بس ودي قطعة البلاستيك اللي هي بنضرب بيها دي الكيك، يعني القطعة دي مخصوصة للكريمة والكيك، القطعة البلاستيك دي يعني دي ما بنعملش بيها اي حاجة غير كريم شانتيه او كيك او اي حاجة من الحاجات دي. بس كده نصب بقى النص الخليط بتاع الكاكاو ده في الخليط اللي بالفانيليا. عايزه اقول لكم ان وهي بتستوي بيطلع اللي من الجناب ده، بيطلع اللي تحت، يعني اللي تحت ده بيطلع من على الجناب. فالكاكاو ده هيبقى موجود في النص، يعني كل خرطة كيك هنيجي نقطعها هنلاقي الكاكاو بيبقى في النص، ما بيفضلش على الوش، لان الجناب دي هي اللي بتطلع لفوق وبتتقلب كده، يعني بتتقلب، فكأنها ايه بتحتضن الكاكاو في النص. بس دي فانيليا، ده نفس المقدار اللي انا عملته ده، بس قسمته نصين، بس ده فانيليا. عشان انا جايبه طبعا اكتر من قالب، جايبه الاشكال، هم 3 قطع، جايبه الاشكال المختلفه بحيث هجرب كل الاشكال واوريكم شكلها. المهم بنحطها في الفرن 35 دقيقه على الرف اللي في النص، النار شغاله من تحت بس، على 180 درجه، درجه حراره 180 درجه، وبشغل النار من تحت بس لان الفرن ده غاز مش كهرباء. بس وبنسيبها بقى وبتبدأ هي تعلى واحدة واحدة كده لحد ما تستوي من جوه، بتاخد لون احمر من بره من فوق يعني لوحدها، من غير ما بنشغل شواية على الكيك خالص. يعني الكيك ما بيحتاجش يشتغل عليه اي شواية. بصوا بقى، من كتر ما انا معجبه بقوالب الجرانيت دي بتاعه نيو كلاين، ومن كتر ما انا معجبه بتقلها، مش زي قوالب جرانيت عاديه خالص بصراحه، فجبت الالهام في جهازها منهم.
جبت لها برضو نفس الشكلين دول بتوع القالبين الكبار، والقالب اللي هو فيه 4 قطع صغيرين. بس كان نفسي بقى يبقوا ال3 نفس اللون، يا اما اللون النحاسي اللي هو لون القطعتين دول، يا اما يكونوا الذهبي اللي هو ده. فوانتوا بتشتروا ابقوا اطلبوا، لان انا بصراحة يعني للأمانة لما اتصلت عشان اطلب جالي تليفون بعدها بيومين كده ولا حاجة، حد اتصل يسألني على الألوان اللي أنا عايزاها. انتوا متخيلين؟ أنا ما كنتش متخيلة الاهتمام ده. فحد سألني قال لي للأسف اللون كذا في منه الشكل الفلاني واللون، لدرجة أنا كان كل ردي يعني عارفين اللي هو ما كنتش مركزة أصلا في الألوان، يعني قلت لنفسي عادي يجوا ملونين. فقلت له أي حاجة لونهم لي، يعني في التليفون أنا طلبت قلت له لونهم لي. فعشان كده حتى لو تلاحظوا بصوا أنا معايا اللون الأسود أهو، اخدت قطعه اللون الاسود وقطعه اللون الزيتي وقطعه اللي هي فيها ال4 قطع دول باللون اللي هو النبيتي. بس كنت خدت بالي بقى لما الحاجه وصلت اني طب ليه انا ما طلبتش في التليفون ان يجوا لون واحد، عشان ابقى عملت طقم مثلا لإلهام، وانا مش مشكله يبقوا ملونين. بس فلو هتجيبوا ليكوا ولجهاز بناتكوا ابقوا اطلبوا برضو ايه، لو في لون واحد يوحدوا اللون بس للبنوتة مثلا اللي هتشيلوا لها في جهازها بس. وشكل الكيك طلع اهو زي ما انتم شايفينه، مستوي حلو قوي من جوه وواخد لون حلو قوي من بره زي ما انتم شايفين، وحلو جدا من غير ما احط عليه من غير ما احط تحت ولا ايه صينيه المونيا. فقوالب النيو كلاين الجرانيت بتاعت الكيك طلعت حقيقي ممتازه وحلوه وتحفه وروعه وفيها كل الصفات الجميله. القالب فعلا تقيل تقيل. انا عندي قالب جرانيت كده كنت بعمل فيه الكيك، بس كان لازم احطه على صينيه المونيا، والا يعمل كده ريحه شياط قبل ما تكون قالب الكيك من جوه قلبه استوى. لكن دي بصراحة لا، القلب استوى من غير ما تشمي اي ريحة شياط للكيك ان هو من تحت بيتلسع او حاجة، لا ما فيش، ما بيتلسعش. وبصوا من جوه اهو، وهقرب لكم كمان عشان اوريه لكم. بصوا هشة قد ايه وطري، عارفين لو هي مش مستويه حلو من جوه بمجرد ما بندوس عليها كده ما بتردش تاني، لكن بصوا اما تدوسي وترد تاني اعرف انها مستويه حلو قوي من جوه. بس فقوالب نيو كلاين الجرانيت بتاعت الكيك بصراحة طلعت ممتازة، يعني أنصحكم تجيبوا منها ليكوا ولبناتكم في جهازهم زي ما أنا عملت كده. فحلوة قوي قوي. بس يا رب تكون الكيكة سهلة عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا من ان تعرفوا ان القوالب دي فعلا حلوة ولا لا بتاعت نيو كلاين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي، بحبكم جدا في الله.